وسهلا بحضراتكم مشاهدين ومتابعين قناة لفت عمرو أشرف. بيسعدني إن أنا أكون النهاردة متواجد معاكم، ومعانا في القناة ضيف عزيز. هو الحقيقة إحنا اللي في ضيافته، ده انت شرفتوني. ربنا يخليك يا أستاذ أدهم. معانا النهاردة الأستاذ أدهم عبد الله، طبعا غاوي من الناس اللي هو حبيب مصر كلها. الله يرضى عنك. ربنا يخليك، كل الناس بتحبك، كل الناس ليهم معاك يعني الحمد لله، ده ذكريات طيبة. بيسعدني ان انا اكون مع حد غاوي مميز، زي ما انتوا طبعا دايما متعودين مننا ان احنا لازم لما نطلع نتكلم لازم نقول افكار تكون بتخاطب عقل الغواي وتكون فيها استفادة خاصة للأجيال الجديدة من الغواية. معانا طبعا الأستاذ أدهم عبد الله، حابين إن احنا نتناقش معاه النهاردة. هو راجل اللي يعرفه طبعا ونتكلم معاه يعرف كويس قوي قوي إن هو بيحب العلم ويحب الثقافة وصاحب فكر، وبسم الله ما شاء الله كمان بيربي انواع من الحمام متميز فيها جدا. ربنا يبارك له ويكرمه ودايما نشوف عندك الخير. ربنا يكرمك. وبنشكرك طبعا على الاستقبال والضيافه. ده انا يعني كالعاده كلك واجب وكلك ذوق. يعني الموضوع يبقى احسن من كده بكتير. لا ربنا يخليك، ربنا يجعل دايما بيتك عمران بحسك وحس ولادك. الله يرضى عنك. سعداء جدا بيك، وان شاء الله حابين ننقل للمشاهدين القناه شويه افكار من الافكار الجميله اللي احنا دايما طبعا سنين احنا سنين يعني بنتشرف بيك ان احنا بنتكلم من سنين. يعني انت من الناس ان الواحد كنت فيها اي حاجه ما بعوز ارجع لها في الغيه برجع لك وبستفيد منك. العفو، انت قد الدنيا كلها. اصل دي حقيقه وده الواحد بيقوله يعني. ربنا يكرمك. الله يرضى عنك. هو انا حابب اتكلم معاك في شويه حاجات كده في الغيه كفتح كده يعني ايه شهيه ان شاء الله، ويعقبها فيديوهات تاني كتير باذن الله على قناه عمرو أشرف. يا مسهل. في حاجه كده دايما الناس بتتكلم عنها وموضوع جدلي شويه، وهي فكره ايه البيوت واللي مش بيوت والاساسي ومش اساسي، وعارف انت الكلام ده. ما بتحبش انت بتحب الكلام يكون فيه نكش وفيه اسئله حلوه يعني. طبعا، بس هو في حاجه، هو احنا عارف مشكله الموضوع ايه؟ ان المواضيع دي متكرره، يعني ما بناخدش فيها ايه ان احنا نبت في الموضوع وخلاص قفلناه. بص يا استاذ كرم، الموضوع ده على مر السنين وبقالنا فتره جامده بنتكلم فيه. موضوع بيت او مش بيت، الموضوع اصلا في فكرته يعني مبني طرحه مش على اساس علم. تمام، يعني طرحه مش على يعني اساس كانه علم. مبني على غلط اصلا. بالظبط. انا النهارده في ناس كتير، انا فاهم ان في ناس كتير اتكلمت في الموضوع دوت ونخص بالذكر ان الاشيموندو مثلا مش بيت زي ما هم بيقولوا، مش انا اللي بقول. يعني هم بيقولوا ان الاشيموندو ده
ده بيت هو للامانه الكلام ده تم اثارته من زمان، يعني بالظبط. في 94 ايام نادي صغير القبه بدايه الاثاره لحته ان الاشبونو ده مش بيت. ده كلام مش تمام. مش يعني انا شايفه من وجهه نظري، من وجهه نظر العلم، صح. ان ده مش كلام سليم. تمام. ده كلام ممكن يبقى اتصار يعني ضيعنا فيه وقت كتير. ايوه واتكلمنا فيه كتير. ومفروض ان انت يعني شخص بتبقى انت فاهم المعلومه الصح والمعلومه الخطا. ده بيت موجود على الاقل الناس اللي بقى لهم 100 سنه كان شافوا مثلا الحمام من 50 60 سنه وعاشوا معانا 50 60 سنه، واحنا موجودين يعني دخل في مثلا في 200 سنه موجود، فخلاص. طب انت عاوز ايه اكتر من كده اثبات؟ ايوه هتثبت لمين؟ يعني ده قديم جدا ما هو لدرجه موجود اهو، ان اجيال كتيره قبلينا شافته. بالظبط. تمام. ففكره البيت مش من البيت. انا عندي بيت موجود وعيله موجوده وبقى لها 5 6 اجيال والحمام بيطلع نفس الصفات ونفس الاشكال، خلاص ده بقى بيت ثابت. تمام. حتى لو مش موجود. تمام. على اساس ان هو حمام له مسمى، طبعا له مواصفات، طبعا لما بفرقه على بعضه عاده بيجيب زيه. بالظبط. خلاص احنا كده مش محتاجين ان احنا نقعد نجادل في حته ده بيت وده مش بيت. اي بيت في البول او اي لون في البول ده بيت وبيت ثابت وليه صفات، وكل بيت مشتركين في صفات كلها في بعض صفات مشتركه مثلا في الضريبه او حاجه. لكن كل لبلق فيهم في كل باب فيهم ليه صفه مختلفه عن التاني. تمام. مشتركين في حاجات كتير، مشتركين في حاجات كتير. لكن فكره ان اللبلق الاسود بيت مش بيت، لا الكلام ده مش صح. تمام. اي الوان خلقها ربنا في الحمام، سواء كشكات سواء شلباص سواء اي لون، اي نوع من انواع الحمام ده مستقر في مصر من زمان. الاسود موجود اساسي. تمام. يعني احنا قفلنا الحته دي ان اي حماميه طالما هي اتوجدت من زمان وليها مواصفات كويسه وليها اسم وبتفوق زيها، خلاص نعتمدها ان هي بيت من بيوت الحمام. مش هنعتمدها هي بيت. ايوه خلاص، يعني مش عايزين نتكلم. وجود الكلمه في حد ذاتها هو اللي كان خطا، ان انا اذكر ان الاشربونو ده مش بيت. تمام. ده الغلط في حد ذاته. هو للامانه هي دي ليها قصه، بس انا مش حابب ادخل فيها، ولا ندخل بسرعه؟ عادي خالص. طالما احنا بنتكلم كلام غيه مش لا انا قصدي عشان الوقت بتاعنا. خلي بالك انا عندي حته في الغيه معروفه عني. انا طالما بتكلم بواقع والكلام للناس كلها وكل فاهم الكلام بالمعنى الحميد، مش من المعنى اللي هو عاوز. لا الهدف خير، بس الهدف حب الهوايه. مفيش اي مشكله. لا انا قصدي ايه؟ انا قصدي ان لما الكلام ده ابتدى يتقال في سنه 94، كان للامانه كان مصدر الكلام ده واحد من اساتذه الكبار جدا، استاذنا الراحل الاستاذ الدكتور عاصم احمد عبد العظيم. هو برضك قال الكلام ده ليه؟ كان في الفتره دي كتاب منتشر اسمه الحمام الزينه. الكتاب ده كان الماني، معمول سنه 1986. تمام. وجاي كان في النسخه الانجليزيه مع الراحل الحاج فتحي البقالي. فهم الكتاب ده كان كاتب كده في الحمام، بيقول لك ايه؟ ان الحمام كل انواع الحمام او اغلبيه السلالات بيندرج تحتها 5 الوان رئيسيه. تمام. ابيض، اصفر، احمر، ازرق، اسود. تمام. فهنا من الحته دي فدكتور عاصم قال لك طب معنى كده ابيض، اصفر، احمر، ازرق، اسود، طب ما هو مفهومش اللون بتاع القشر بندق، اذا هو لون ربما يكون جيب التركيب. ده اللي كان السبب في ان هو يطرح الفكره دي اساسا. ربما يعني ما قالش ان الموضوع بالظبط كده. هو قال ربما ما قالش الموضوع بالتاكيد. بالظبط. هو عارف الخطا كان فين، لو اللي نقله من دكتور عاصم. لو هتكلم بنفس منطق الدكتور عاصم طبعا الله يرحمه. ايوه. وده استاذ من اساتذه الغيه كلها طبعا. يعني استاذ لناس كتير، الناس استنفعت من علمه. اكيد. هتكلم بنفس المنطق وهرد عليك بنفس المنطق. تمام. انا هرجع اقول لك ان ال5 دول اصلهم كانوا كام لون. تمام. ممكن حضرتك انت ترد علينا عشان انت يعني. ايوه كان في 3 الوان بس. 3 الوان بس اللي هم البلو والبراون والاش. حلو. وبترتيبهم الاش البلو والبراون. دول ال3 هم مش 5. بالظبط. الفكره يا جماعه مش ان اللون ده بيطلع من ده، لا كل لون وكل فرد حمام مختص بذاته، مختص بنفسه. يعني اللبلق الاسود
مش موجوده في الالوان الاساسيه الثلاثه، هل ينفع اقول مش موجود؟ لا. السكروته مش موجوده، هينفع اقول مش موجود؟ لا. الابيض الاخضر لا. مش موجود، هينفع اقول مش موجود؟ لا نهائي. فالكلام ده بيجيبنا ورا، ما بيطلعناش قدام. تمام. كغيه وان انا افضل اقول ان البيت الفلاني ده بيت، لا ده مش بيت. الكلام ده انا شايف الاستفاده منه لا شيء. تمام. يعني ما ارجع لحته دكتور عاصم، هو الخطا ما كانش عند دكتور عاصم بقدر ما كان هو دكتور عاصم بيطرح فكره، لكن اللي نقلوا منه هم اللي نقلوها بطريقه غلط. ازاي؟ يعني حد سمع دكتور عاصم رحمه الله عليهم فيطلع يقول لك ايه يا عم ده ليش ويندو مش بيت. هو في كلامه قال ربما. بالظبط كده. هو ما اكدش. بالظبط كده. يعني هو الراجل في حاجه ظهرت منه قدام منه، في حاجه نورت قدام منه، فهو بيقول لك مثلا يعني بيتكلم بيفكر بيدردش مسامرة غيه. بالظبط. مش معنى ان انا اقولها لك فانت حضرتك تاخدها وتروح تتناقش فيها وتقول ان الشبونتو مش بيت. بالظبط كده. الله ينور عليك. وحاجه تانية في الوقت ده ما كانش يعني في انتشار لعلم جينات الحمام زي وقتنا المعاصر. تمام. بتكلم في 94، يعني بتتكلم في 30 سنه. 30 سنه دول فرقوا كتير في فكر الغيه. يعني الدكتور عاصم والناس الاساتذه اللي احنا اتعلمنا طبعا دول اعمده الهوايه، دي ناس احنا استفدنا منها كتير. ولولا الناس ديت مش حد بعينه، لا كل شخص كلهم ساهموا طبعا. طبعا احنا الغيه بالتوارث. الجيل ده ورثها من مين؟ الجيل اللي قبل منه. مش ادهم واحمد وحسين، لا هي الفكره ككل بتتوارث من جيل لجيل. تمام. فاذا انا مستفاد من الجيل اللي قبل مني. بالظبط. لان انا لقيت الحمام ده موجود. هل في الجيل القديم في اخطاء؟ نعم في اخطاء. وفي مميزات. الجيل الحالي في اخطاء وفي مميزات. في مميزات. تمام. احنا علينا بقى دلوقتي دور ان احنا نعمل ايه؟ ناخد الكلام اللي هو اتقال من زمان وننقيه. بالظبط. الخطأ اللي فيه نتجنبه والصح بنكمل عليه. بالظبط. طيب برضك في نفس السياق حته بتنقلنا لحته، برضك فكره ان الناس تركيزها الشديد، خلينا في البلق برضه خاصة. يعني هو بقت في انواع تانية بس البلق خاصة. اي حاجة انت عاوز اتكلم فيها انا بتكلم عادي يعني. تمام. التركيز في البلق على العظم القصير بس، وده ودى الغية في ايه؟ ان بعض الناس عايزين العظم قصير بزيادة عن اللزوم، والبعض هيقول ملموم مفيش اي مشكلة، فلجأوا لتهجين الحمام، تهجين البلق بالصوافة. عايز رأيك في الموضوع ده كده بسرعة. تهجين البلق بالصوافة ده بيضيع مميزات. يعني كل بيت في البلق وليه صفة خاصة. يعني صفة خاصة دي هنشد تحتها 100 شرطة و100 خط أحمر و100 أي خط أنت عاوزه. ليه صفة خاصة. يعني كل لون ليه صفة مش موجودة في البيت التاني، مش في النوع التاني. ليه صفة خاصة بيه هو، بتاعته هو، ملكه هو. تمام. فإن أنا النهاردة أدخل بيت تاني على اللبلق، لا أنا بضيع صفاته. بضيع صفات كتير. باخد ميزة واحدة اللي هي مثلا يعني بيلعبوا عليها، اللي هي موضوع قصر العظمايه. لان الموضوع ده معايا انا فيه مشكله شويه. يعني انا موضوع قصر العظم بالنسبه لي لا، مش ان هي عظمايه قصيره ودماغ دايره، لا. الموضوع اللبلق ليه رسم الدماغ وليه شكل معين، صاحب صفه. تمام. اللبلق صاحب صفه. تمام. يعني برضك ناكد على الحته دي ان انت مش معنى ان احنا بناخد بالعلم والثقافه والكلام ده ان احنا نغير شكل الحمام. ده العلم اللي بيضر بقى، مش ده اللي بيفيد. تمام. ده علم يعني مضر. احنا متفقين ان احنا مع تراث الغيه، بالظبط. وان الحمام يفضل بشكله القديم مفيش اي مشكله، او بشكله الصحيح، نقول بشكله الصحيح. الحمام زي الخير العربي الاصيل. كل ما تحتفظ بالاصاله بتاعته بمميزات وتطور مفيش مشكله. ايوه بس في حدود. المهم بتحافظ على الاصاله بتاعت الحمام، لان كل بيت في الحمام ليه شكل وليه مواصفه. مش هخلي الحمام كله شبه الصوافه. تمام. طيب برضو بالمناسبه دي برضو انت برضو احنا بنتكلم قبل كده اكتر من مره، قلت لي انا ممكن اقبل التهجين بس بشروط وفي حدود معينه ولاسباب معينه. عايزك تشرح الحته دي. اقولها لسبب ليه. يعني انا النهارده لما اجي اقبل خلط الحمام، ما تيجي تقول ان انا هرجع اللبلق الاحمر مثلا، ما عنديش مشكله. تمام. ده لون مشي. ايوه. لكن ما تجيش النهارده تقول لي انا هدخل صافي على لبلق اشربون له. بقول لك معلش انا اسف. تمام. انت هتدخله ليه؟ ايه الاستفاده؟ اذا هو لون موجود. تمام.
عايز موجود. تأثر عظمه في حمام وشه قصير، طب ما هو منه فيه، انتخب منه فيه منه بالظبط. فيه. تمام. ما هو ده العلم هنا بيقول لي ايه؟ لو انت عاوز تاثر العظمايه من خلال الحماميه ذات نفسها بالانتخاب، تمام. مش ان انا اروح اجيب فرد صافي ادخله على الحمام. لا. حلو، كلام جميل. اذا في حالات ممكن نهجن الحمام فيها لاسباب علميه برضه، او لاسباب للغيه، لصالح الغيه طبعا، مش عمال على بطال. بص، فكره انتقاد العلم في ان انا بقول ان انا اقبل ادخل بيت على بيت، ده في الحاجات القصوى. يعني ايه؟ انا بيتي انتهى من عندي. وفعلا الابيض في النهارده حد عنده في مصر كلها قبل احمر مش طوبي ولا على ورد، قبل احمر قليل جدا، ومفيش حمام قوي ومش منتشر بالشكل الكافي يعني. فلما تيجي تقول لي انا هدخل نوع على نوع عشان اطلع اللبلق الاحمر، عشان ارجع احييه تاني، ما عنديش مشكله. تمام. حلو كده، يعني احنا بالتالي متفقين كده على كل، ان شاء الله متفقين على كل الكلام ده ان شاء الله. طيب، في برضك في نفس السياق برضه، طيب النهارده واحد بيحسس على حمام كويس وفعلا جاب حمام كويس وغوي افضل حمام وبتاع، ومع ذلك بيواجهوا مشاكل. من وجهة نظرك اهم مشكلة بتواجه الغاوي النهارده هي ايه؟ اهم مشكله الحقيقه يعني موضوع ان مفيش جمعيه ومفيش دور فعال للجمعيه، دي اللي مسببه جميع المشاكل دي. يا ده انت رحت في حته اكبر من اللي انا كنت متخيل. لا طبعا، الجمعيه هي اساس، مش الجمعيه اللي موجوده حاليا، لا انا بقول عدم ان الجمعيه دورها مش فعال. طبعا بنشكر الجماعه اللي يعني قعدوا سنين وقدروا يخدموا الجمعيه طبعا بدون مقابل، كانوا بيخدموها حبا في الهوايه. تمام. طبعا الاسماء كتير، مش عايزين نذكر اسماء عشان ما ننساش حد. الاسماء كتير، الناس اللي ساعدت سواء ماديا او بمجهود، في ناس كتير ساعدت في الموضوع، بس الامر كله راجع دلوقتي لسبب ان مفيش اتحاد او جمعيه مفعله او لها. ده سبب رئيسي. تمام. ده انا شايفه ان هو السبب الرئيسي لكل المشاكل. لكل المشاكل. تمام. كل المشاكل الموجوده. طيب ارجع برضه، يعني عايزك تكلمني عن اهم مشكله بتواجه الغاوي. الامراض يعني بشكل عام. النهارده كل واحد فينا فعلا في حاجات ما بيقدرش يشخصها. انا غاوي مش دكتور. واجب عليا ان انا اكون دكتور وبفهم، ما عنديش مشكله، بس مش كل حاجه هقدر يعني مش كل حاجه اقدر احللها، مش كل حاجه تقدر تحلها. بالظبط. في ساعات مشاكل اكبر من الغاوي. الغاوي لوحده مش هيقدر. تمام. مش هيقدر. يعني مثلا النهارده بنقول لو في جمعيه وعندي مشكله عامه موجوده في مصر كلها، الجمعيه بتطلع بتاخد فرد تعمل له تحاليل، دي انا ممكن اقدر اعملها بشكل شخصي فردي. لكن في غاوي تاني مش هيقدر. تمام. فالجمعيه تقول له المرض الفلاني الظاهره بتاعته كذا كذا كذا، ادي الماده الفعاله، اتفضل اشتغل. هنا حضرتك بتحافظ، مش هتحافظ على الغاوي، انت بتحافظ على الغيه، على الحمام، وعلى الثروه دي، على تراث موجود بقاله سنين. تمام. لازم يبقى فيه لازم. ده شيء مفروغ منه، سواء دلوقتي كمان شويه، ايا كان. عارف ان في ناس كتير زهقانه وناس كتير زعلانه، ايا كان لازما فعلا يبقى لينا اتحاد. لا لازم يبقى في اتحاد. لازم يقدر ان هو يفعل. لازم يعني يجيب كل المشاكل اللي بتواجه الغواي ويحلها لهم. هيحل مشاكل كتير عشان نفضل محافظين على الحمام. هيحل مشاكل كتير من ضمنها موضوع ان الدبلق بيت او مش بيت. هتقول لي ازاي؟ ايه علاقه الدب ده؟ لا، ما هو لو مش بيت، وضح لنا. طيب لو مش بيت مش هيخش المعرض. تمام. مش هيتحكم. ايوه. مش هيتكتب ويتسجل. فده بيلغي موضوع قصه بيت او مش بيت، ده موضوع. ايوه. على فكره يعني بالمناسبه دي برضه في 94 لما قعدوا وعملوا الكتاب، قعدوا من 94 ل 96 يجمعوا في الكتاب، فهم نزلوا كل الالوان، يعني بلق كتير، الوان كتير قوي من البلق نزلوها من ضمن الكتاب ده، وسابوا بقى حته موضوع بيت ومش بيت والكلام ده، لان هم فكرهم، احنا تلمذنا على فكرهم، وهو فكرهم يعني فكر غوي. طبعا هم الاعمده وهم الاساتذه، ده حقيقي يعني. احنا هم اللي قالوا لنا الغيه. طبعا ده كلام مظبوط جدا. هم اللي قالوا وكل معلومه سمعناها من حد او عرفناها من حد هي عن طريق الناس القديمه. انا عن نفسي بعتبر اي حد انا استفدت منه بكلمه فهو استاذ لي، علمني. تمام. استفدت منه. تمام. فاذا اي حد من الناس الكبيره ليه ما عليه وعليه ما عليه، زي ما اي شخص في الحياه ليه في مميزات وعيوب. اي حد، ما فيش الكمال لله. بالظبط. ده برضه ينقلني لحته ثانيه،
حته اللي موجود على الميديا وخاصه يوتيوب، هتلاقي الناس مختلفه على بعض الوجوه. مثلا حد مثلا مجموعه من الناس متفقه ان فلان ده بيتكلم على اليوتيوب بيتكلم كويس وكلامه حلو وعنده خبره، تمام، وتلاقي مجموعه تانية بترفض الشخص ده، ومجموعه اخرى حزب كمان بيشجع حد وضد حد. الحته دي انا عايزك برضو تكلمني عنها، انت بتشوفها ازاي؟ عشان انا عارف ان انت متابع جيد طبعا للساحه طبعا واللي بيحصل في اليوتيوب، طبعا. تمام، لان انا ممكن في اي كلمه من خلال اي فيديو من اللي بيتقالوا، سواء الكلام بيتقال صح او غلط، ممكن كلمه او جمله تتقال استفاد منها. تمام. طبعا. يعني معنى كده ان بعض الناس يعني هو ممكن يكون في جزء كبير في كلامه صح وبعض الاخطاء عادي، ده عادي، بتشوفوا ان ده عادي؟ ده صحي على فكره. صحي. طبعا. بس يعني ايه، لو حد اظهر لي العيب اللي موجود عندي ما ينفعش اتمادى فيه. تمام. استاذ كرم النهارده انا مثلا كلمته، يا استاذ كرم طبعا دي شهاده الجميع، مش شهاده انا هقولها وعشان انت قاعد معايا، لا، استاذ كرم من الناس اللي بتتكلم في الحمام اجمعنا عليها يعني بس يعني مش عاوز اقول كلامي مهم، ده شرف كبير. المهم اجمعنا انا وناس كتير وناس محترمه وناس بتفهم، لا، واقروا ان هم الاستاذ كرم بيتكلم في الحمام بنسبه كبيره جدا، تكاد تكون 99% في الحمام صح. في علم يعني في الحمام، في العلم وعلم الجينات والمقالات اللي بيقدمها، لا، ما هات اي مرجع وراجع عليه وطلعه غلط فيه، ناقشه، هي على فكره هيتناقش معاك وهيتكلم معاك، ما عندوش مشكله. انا طبعا مش بكلم حضرتك، انا بكلم المشاهد. ايوه، عموما بنتكلم بوجه عام. لو استاذ كرم انا بقول لك ده من احسن الناس، انا بعتبر نفسي انت مش قاعد قدامي، انا بكلم. ايوه، ربنا يخليك. ده بعتبر الاستاذ كرم فريد ان هو من احسن الناس اللي بتتكلم في الحمام. الله يخليك. واستاذ ليا انا شخصي اللي انا استفدت منه. عفوا، انت قد الدنيا كلها. فمش معنى ان حد بيتكلم ممكن يتكلم بنسبه 50% صح 50% غلط. خد ال 50% الصح وسيبك من 50% غلط. ده كلام حلو وانا معاك فيه، انا بدعم الفكره دي، ان حتى لو حد مش كل كلامه انا ببقى متفق معاه، بس مفيش اي مشكله خالص ان انا اقول له احسن. طبعا. ما دي الروح، مع اصل غير رياضه، مش ايوه روح رياضيه عادي. ولكن برضو في حاجه تودينا للحته دي، برضو احنا يعني لو الفكره اللي دايما بتراودنا هي فكره برضو الاتحاد، ان الناس دي كلها لو انا جمعت الصح كله بقى، يعني ايه، مثلا انت عندك 90% صح و10 غلط، ممكن ال10 دول الاقيهم في حته تانية. احنا عايزين نجمع الصح ده كله، ننقي الهوايه من الاخطاء ومن الاتحاد طبعا. وحته المرجعيه برضه، فكره ان دايما اني انا اتكلم في الحمام بمرجعيه، حته ان انا اتكلم في الحمام بادله. هقول لك بالمناسبه دي، كنت قاعد مع بعض الاصدقاء، ناس على راسي وحبايبي، ناس محترمين واساتذتي، اكيد. كنا بنتكلم على صفه في حمام، مش هقول تفاصيل، صفه في الحمام مثلا. فانا بقول له اني الشكل ده من الحمام انا واخد بالمدرسه دي لاني عندي ادله على صحه الكلام ده. فهو قال لي لا، برضه انا باخد بالشكل التاني. طب ايه الادله بتاعتك؟ ما عنديش دليل، هو شكله حلو. يعني انا الفكره هنا احنا بالوضع ده عمرنا ما هنتوافق على حاجه. ده هيرجع لفكره ان انا بقول لحضرتك ناخد من الكلام اللي انت قلته من شويه ان هي هارد لك ومعلومه كويسه، يعني يرجع لفكره ان احنا لازم يبقى في اتحاد وفي جمعيه، هيؤدي الى معرض، هيؤدي الى مواصفات، هيؤدي الى مركز اول وثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وعاشر. معرض؟ انت اللي قلت، انا ما طبعا لازم معرض. لا، انت دخلتنا في الحته دي يا استاذ كرم. أيوة. كل واحد دلوقتي هو البطل في بيته. انا بكلمك على كلام انا عارفه وحاسه. انا وضح لي اكتر. طيب هوضح لك. ما فيش حد في مصر بيفهم في الحمام زيي. تمام. انا لقيت الحمام ده موجود في بيتنا ورثه عن جدي. انا بس، وفي الحمام مش حد بيفهم في الحمام زيي. ده كل واحد. انا عارف انا بقول لك ايه. في ناس الا ما رحم رب طبعا، ناس صادقه مع نفسها والموضوع بالنسبه لها عادي، فير غيه. الموضوع ممارسه. لو انا عملت معرض النهارده وانت خدت مركز اول احسنت،
وخلاص الموضوع انتهى. مفيش اي مشكله. خدت انا مركز تاني، السنه الجايه عاوز مركز اول، احسنت وخلاص الموضوع. تمام. لكن انا فكره كل واحد مفكر نفسه انه اجمد واحد وقاعد في البيت. طب انا ادهم عبد الله، ما انا عايز اقيس نفسي، عايز اعرف انا وصلت المركز العاشر ولا لا، مش عايز اقول لك المركز الاول. انا عايز اعرف انا وصلت المركز العاشر ده ولا لا. يحصل ازاي؟ بالمعرض. بالمعرض طبعا. والمسابقه تحكيم. ده لازم. ده لازم. طيب انا عارف ان الكلام ده هيعمل دربكه، بس انا ما عنديش مشكله. ما دي مشكله كبيره قوي قوي قوي. هو معلش يا استاذ ادهم، معلش يعني اتفضل. هو دول بره واحد في كده في سن حضرتك بيبقى رئيس دوله، بيشيل على مسؤوليته دوله بالكامل. ده حقيقه. تمام. ده حقيقه. وواحد تاني يبقى مثلا سني رئيس وزراء، ومثلا البلاد دي اللي هي اللي عندها الحكم بالطريقه البرلمانيه، فده بيبقى كانه هو رئيس الدوله برضه. موضوع السن مش هو دايما العامل الرئيسي في اي شيء ناجح. تمام. طب في الغايه بتاعتنا مش يعني ممكن الموضوع ده اتكلم فيه باستفاضه شويه. السن والخبره عليها عامل. تمام. بس انت ممكن تحرق اللي حرقه غاوي في 30 40 سنه، انت ممكن تحرقه في 10 سنين ممكن. يعني ممكن انت يبقى سنك اصغر بس تاخد خبرات اللي هو خدها في 30 انت تاخدها في 10 سنين. بالظبط. تمام. تنفع. ده كلام انا متفق طبعا معاك. وده بيدل عن ان السن دايما مش مقياس، بس طيب. ليه عامل عليه عامل في جزئيه معينه. طبعا لان هو ده اللي نقل الغيه. مش معنى ان هو بقى له 50 60 سنه وانا خدت غيته دي كلها مثلا في 10 سنين 20 سنه وجمعت قدر المعلومات اللي هو جمعها في 50 60 سنه جمعتهم في 20 سنه مثلا، ان انا كده هبقى احسن منه ولا بفهم؟ لا. موضوع قصه على جنب موضوع قصه ان هو ده فلان بيفهم وفلان ما بيفهمش دي. يا جماعه مش هسمع الكلام ده. اي واحد حتى لو غوشت استراليات، غوشت كريزليات، غوشت اي حاجه، اي نوع هو بيحبه فهو غاوي ليه فكره. تمام. نحترمه. بالظبط. أيوة. انا هحتاج له في يوم اخد من عنده تحضير. هتقول لي يا عم ده استراليات وكريزليات، اقول لك معلش ممكن يبقى الحمام ده فيه صفه مش موجوده عندي في الحمام. في حمام التحضير بالظبط. او الحمام بالصفر. ايوه صح. في على فكره في ناس انا بقول لك اهو عشاق التحضير. هتقول لي يا ادم انت بتتكلم في تحضير؟ لا اتفضل. هقول لك لا معلش، احنا عايزين ننقل الخبرات دي للناس. انا بكلمك في واقع على فكره. في ناس فاهمه التحضير غلط. تحضير، شوف احنا بنتكلم في الحمام يعني حاجه في الحمام ممكن الناس تستبسطها ايه التحضير ده مش عارف ايه. ده سبب من اسباب النجاح الغير. وجود تحضير كويس عندي. طبعا. تمام. لازم. كلمنا حبه كده. يعني وجود التحضير، انت الحمام بتستنقيه بالصفه. انا النهارده مثلا عندي 20 30 قص تحضير. فلازم انا ابقى فاهم كل قص تحضير بيتعامل ازاي مع الزغاليل. تمام. وابدا اشوف اللي هو مراحله سليمه اشتغل عليه واخده وافرغه واكرره. مراحله سليمه. وضح طب للناس المراحل السليمه. يعني مثلا بيبدا من اول جواز الذكر والانثى. طالما القص متجوزين وهم فعلا مستريحين في الباب، دي بدايه سليمه. تمام. في قص مش ممكن بتلاقيهم مثلا قص تحديد تحطهم في باب وكل شويه تدي بتلاقي الحمام بيخبط. صح. تاخدهم في نفس الاوضه تحطهم في باب تاني يرتاحوا له. فكل حمام بيبقى ليه حته هو بيستريح فيها. هتقول لي طب انا هعرف كل قص هيستريح في الباب ده ازاي؟ اقول لحضرتك تفتح 30 باب ل 30 قص وتسيب كل قص يختار الباب بتاعه وترجع قافل عليه. دي اول حاجه مرحله في الموضوع. تمام. تاني حاجه في الحصر. قص عارف هو بيحضر الحمام ازاي، بيرقد على الحمام ازاي، لما بيجي يلبي عارف هو بيلبي ازاي. ما يجيش بعد 3 4 ايام يروح جاي ماسك الحمام الزغاليل مديها خشن تروح جاي مستبعده على طول. لازم مراحل التلبيه والدش بتاع الاكل من اللبه على خشن. في حمام بينط المرحله دي. لازم تبقى انت واخد بالك كغاوي ان القص ده عنده مشكله، تاخده وتستبعده. تمام. تكتر من الحمام اللي مراحله سليمه في التغذيه. اللي مراحله سليمه. ده اللي بتكتر منه في التحضير. بالظبط. وممكن هو نفسه بتفرخه مثلا عشان هو ده اللي بزود منه. هو عنده الصفه. تمام. وهو عنده الصفه ان هو بيعرف يربي حمام. تمام. وممكن تلاقي حماميه، انا اسف في الكلمه، هي مش بالجسم. ممكن تلاقي حماميه قد كده هو صفيفه بس بتموت نفسها على الزغاليل. يا ادم انت بتتكلم في تحضير وبتاع ماشي، ما مهم بس هو ده
اشتريت اجمد حمام في مصر كلها، عندك اجمد حمام في العالم يا عم، مش في مصر بس، وما عندكش تحضير ولا ليك لازمه، مش هتنجح ومش هتفوق. بكل بساطه. كلام جميل جدا على فكره، وبتفق معاك. ده كلام النهارده الغوايه محدش عنده ثقه في حد. يقول لك انت لو عملت معرض بتحكيم مين هيحكم؟ كان لازم يكون راجل على الاقل عنده علم. مشوار ال1000 ميل بيبدا بخطوه. بالظبط، خدوا خطوه.